الأهمية ديال هذه الشخصية ديال محمد بن مبارك الأقاوي تتجلى في جانب لم يحظى به أهمية كبيرة، وهو الجانب السياسي. فالذين تحدثوا عنه وركزوا على الجانب الروحي وعن الكرامات، ولكن أغفلوا الجانب الأهم والذي يظهره كمتصوف ليس كباقي المتصوفة. كيف؟ لأن لولا شخصية محمد بن مبارك الأقاوي ما كانت لتأسس الدولة السعدية في تلك المرحلة وبتلك القوة. بعدما تغلب الصليبيون على السواحل المغربية الجنوبية وبعد محاولات فاشلة لردع هجوماتهم، التفت القبائل السوسية حول محمد بن مبارك الأقاوي واستعطفوه لتزعم حركة الجهاد، إلا أنه بسبب تقدمه في السن وجسامة المسؤولية أمرهم بالانقياد إلى السلطان أبي العباس أحمد الشيخ السعدي وأخيه أبي عبد الله محمد الشيخ، آمرا إياهما بالعدل والجهاد. إن لشخصية محمد بن مبارك الأقاوي الذي دعم السعديين دعما ماديا ومعنويا وجعل كل الأهالي تخضع لهم فضلا كبيرا في قيام الدولة السعدية، إذ يعتبر رمزها ومؤسسها الروحي. لما تكاثر الطلبة والمريدون على الشيخ وزاويته، انتقل ثانية إلى مكان غير بعيد عن الزاوية يدعى ترجنت، واتخذ به خلوة على غرار ما يفعله المتصوفون والزهاد، وبنى به مدرسة لم يبق منها اليوم إلا الأطلال. ترجنت عبارة عن خانق حفره الواد بين جبلين به عين جارية لا تنضب، نسبا بثاقها لكرامات الشيخ وبركاته. على أجراف بمدخل الخانق كهوف صعبة المسلك معلقة بأخاديد حادة الانحدار. يروى أن الأهالي كانوا يؤمونها غداة الحروب بين القبائل ويتخذونها مخازن. مغارات أخرى ذات مسالك أقل وعورة يتخذها الرعاة اليوم ملاجئ تقيهم شدة الحر ووابل الأمطار، وتحميهم من خطورة الفيضانات، وتمكنهم من مراقبة قطعانهم من الأعلى. مع أن المنطقة تعرف جفافا حادا، إلا أنها تشهد بين الفينة والأخرى تساقطات مهمة تغذي الفرشاة الباطنية رغم ما تلحقه من أضرار بدورها الهشة. إن أهل المكان يعلمون أنه كلما تهاطلت أمطار كثيرة على المنطقة إلا وأدت إلى فيضانات مهولة تنهار على إثرها منازلها المبنية من الطين، ويرتفع منسوب مياه وديانها الواسعة لتجرف الأخضر واليابس. فلا تزال فيضانات سنة 1845 عالقة بذاكرة المكان، حيث جرفت السيول مدرسة الزاوية وأتلفت تراثها. 8 سنين الجفاف أرز زراي مسترسلة 8 سنين الجفاف أرز تقرا ذلك أرز تفت بلي أن أمان ركون الزيكيز نغيكا واخا نقصد يعني لا بما أريد تثبت غشاب لأن أمانة حيان اللي لاني نغي وزايد ما تقوي يتأكدنا ما يتأكدنا غانشتان لوا حياة اللي تنا غير غير اللي سيستوتن غير كاد بداية تلقى. في شهر أكتوبر من كل سنة يقام على امتداد أسبوع كامل موسم ديني ينسب إلى الشيخ محمد بن مبارك الأقاوي. لقد أشارت الكتابات القديمة أن الموسم هذا موسم قديم جدا، حيث إنه كان يقام أيام حياة الشيخ بداية النصف الثاني من القرن ال15 الميلادي.
إلا أنه توقف في فترة من الفترات ولم يستأنف إحياؤه إلا ابتداء من سنة 1966. الزاويت أرجس أرتشكان مزيان أرجس تزورن أرتشكان أي تزقيدة وبالول أرتشكان أي تزغت أرتشكان أي تدكوست أرتشكان أي توابلي أرتداني رحال أرتشكان أي تلقص بتدنيت أرتشكان دائما كل عام أرنتوين الزيارات أرنتوين هماني وين يفوناس هماني وين ديما يفوناس القرص نسكرنا معارف دائما غير كان يدلن من تزقيدة وبالول سيسافن كل يقبلن أرتشكان أركن الهديات كويس والد ليس عبد الله مبارك أرتوين الهديات اللي غبيت الهديات أرتوين كي جالس سكواس أرتوين الزيارة تيفو ناس نغرس ناس شكن قصة معارف دائما لحد الآن يبي غيان شي شوية منا ويسكواسنا يبي غيان. اختلفت الآراء حول انتساب موسم الزاوية الديني، فمنهم من ينسبه إلى الشيخ محمد بن مبارك المتوفى سنة 1518 للميلاد، ومنهم من يعيد انتماءه إلى حفيده عبد الله بن مبارك أحد أعلام علماء الدولة السعدية. لقد كان عبد الله بن مبارك الذي وافته المنية سنة 1606 للميلاد يجمع بين الرئاسة الدينية والدنيوية وبين الثراء والجاه والتصوف، وكان ذا منزلة كبرى لدى أحمد المنصور السعدي، يغدق عليه من عطاياه ولا يرد له طلبا أو شفاعة. ولكثرة تردد هذا الشيخ الجليل على البلاط السعدي بمراكش تضاربت الآراء حول مدفنه. بالنسبة لعبد الله بن مبارك ليست هناك روايات تؤكد أنه مدفون بالمنطقة. المختار السوسي لما زار القبر نسبه لمحمد بن مبارك وقال هكذا تكون قبور السنيين فلا قبة ولا بدعة. بالنسبة لعبد الله بن مبارك المعطيات الواردة في المصادر التاريخية تؤكد صعوبة أن يكون دفينا منطقة طاقة، لأنه كان من المرتبطين بالبلاط ديال أحمد المنصور الذهبي في مراكش، إذا كان كثير الاستقرار بمنطقة مراكش وقلما يزور المنطقة. بعض الإشارات الواردة في كتاب حركة الفكرية لمحمد حجي تؤكد أن تقريبا هذا البعد عن أقا هو السبب في تلاشي الدور القوي أو الإشعاعي الذي كانت تقوم به الزاوية. أما القبر فهو مدفن لمحمد بن مبارك الأقاوي، والمدفن الذي يجاوره هو مدفن لعبد الله حفيد محمد أو ابن محمد بن مبارك الأقاوي وليس عبد الله بن مبارك الأقاوي. ظلت زاوية محمد بن مبارك الأقاوي التي تعتبر من الفروع الأولى للطريقة الجزولية بالمنطقة تقوم بدورها على أحسن وجه، تساهم في نشر العلم والدين والسيرة، يتولى أمرها أبناء الشيخ وحفدته، إلا أنه بين الفينة والأخرى تطفو على علاقاتهم خلافات غالبا ما تنتهي بانسحاب أحدهم وهجرته المنطقة. وهكذا بدأ يخبو نجم الزاوية شيئا فشيئا إلى أن انقطع بها العلم تماما.